الرويدي عرقها الرويدي عرقها سكنه في الدروج. قال لك هذا، قال لكم يا اخوان هذه الفصاله، قال لك هذا زعزع اركان المخزن. حق الله ياخذ هذه الفصاله عادت عنده تكه كبرت له اللور، عنده التكه الخلفيه وعنده التكه القداميه، كبرت له اللور هذه. قال لك هذا راه وجه هذا والله يا اخو قسما بالله انا ندخل لايفاتهم تملا نضحك، يطلعوه مسكين وتمود يضربوا لك البندير. والله يا استاذ الرادي الليلي راك وجعت المخزن، راك حركت الدوله. والله المخابرات المغربيه راهي ما نعست المخابرات المغربيه، راهي الصحراء مدريك تحرت صافي خلاص، صافي الرادي لا نعس على الايام ورقد مع راسك واعطيها للزريق واعطيها للتيك توك، تم عليهم باللايفات يا الراضي ديال الرويدي، تم عليهم باللايفات، افتح اللايفات وتم عليهم يا العياشه غلا عليكم الدجاج، يا العياشه غلات عليكم البوطه، يا العياشه عندكم واحد الحفره في هذا الشارع، يا العياشه وقعت واحد عمليه نصب هنايا، يا العياشه شوف واش قال عليكم هذا. والله العظيم تصور معايا باغي يحرر الصحراء واحد كيسوق البرادعه النعيجات الجبهه الغويلي، كيسوق لهم باللي الا جاب مثلا تكلم على الوضع المعيشي في المغرب صافي راهي الصحراء تحرت صافي يا خوتي يا المغاربه حق الله يا الصحراويين راهو غلات الدجاج في المغرب، راهي الصحراء غتحرر. يا الصحراويين راهو غلات البوطه في المغرب، البوطه في المروك غلات صافي الصحراء. المغاربه راه غايقول لكم غير ديو الصحراء راهي غلات علينا البوطه، ما بقينا كاع بغينا ديك الصحراء راهي الحكومه هذه غلات علينا البوطه، وديو هذيك الصحراء صافي راه غنقولوا للعسكر ديالنا خرج من تما، وغنقولوا للمغاربه خوي وضافي راهي هذيك التراب وهذيك الارض غير ديوها، راهي الحكومه غلات علينا البوطه. هذا هو الخطاب الذي يروجه هذا غليظ الكرش اللي عاد عنده تك في كرشو، مشى المخيمات قال لك العزه والكرامه، وغادي كيجري لفرنسا بلاد الذل والمهانه حسب المنطق ديالهم هما، لانه لما نسمعهم انا يتكلموا الثوره الجزائريه وما ارتكبه النظام الاستعماري الفرنسي مثل ما يرتكبه النظام المغربي فينا، وان هذه المؤامرات الفرنسيه المروكيه علينا. هذا الخطاب التافه الساذج هذا ما يتم ترويجه للمواطن البسيط مغسول الدماغ محدود الدخل. أصبح ترويج الأسطوانة ديال أنه المواطن المغربي إذا تزدت عليه البوطة فهذا مكسب لتنظيم البوليزاريو ومكسب للنظام العسكري في الزريبة اللي اسمها الجزائر. أصبح الآن البردوع النعيجة ديال الجبهة، وأصبح ولد بوتقبة اللي في الزريبة في الجزائر يفرح إذا تزدت 2 دراهم في مطيشة وإذا تزدت 5 دراهم في البوطة. يعتقد على أنه هذا الأمر غادي يخلي المغاربه يقولوا لهم صافي ما بقاتش الصحراء المغربيه. علاش يا المروكي ما بقاتش الصحراء المغربيه وتزادت مطيشه اخويا وتزادت البوطه وصافي يا خويا ما بقينا ما نديروا بها، واخويا حنا هاد الحكومه صافي غير ديو الصحراء وهذيك البحورات كاملين وهذيك الاراضي وديك الدنيا وديك العيون وديك الداخله وديك بوجدور وديك الساقيه الحمراء وداك الشيء غاديوها صافي غاسيروا ما بقى عندنا ما نديروا بها حنا صافي يا اخويا البوطه غلات ما بقى. هذا هو الخطاب الذي يعتقد النعيجه ديال الغويلي هو النصابه الهنتاته اللي يجيو المخيمات. وبالمناسبه بقى عندي واحد التساؤل انا عيام هذا الرويدي عيام ما يضرب الطبل وعيام ما يشيت وعيام ما يلحس صباط غويلي وصباط الجزائر وعيام ما يسوق المخيمات على انها جنه الله على الارض. وما بغاش ابراهيم غويلي يلتقي به ولم يقم باي حوار صحفي مع غويلي. ويظل التساؤل لماذا؟ هل ابراهيم غويلي لا يثق في الرويدي الليلي؟ هل ابراهيم غويلي لم ينسى حينما كان الرويدي الليلي يقول ان الصحراء مغربيه وليست شيئا اخر ولن تكون اي شيء غير مغربيه والذي يزايد علي في الوطنيه فانا مغربي؟ والله لا التساؤل يظل يطرح. لماذا غويلي
لم يستقبل الرويدي الليلي. وأيضا ما دام الرويدي الليلي عاطيها التشيات والتطبال وكذا ومخيمات، وايضا مشى دار حوار طيط اللي دار لي الزيات اللي ما دارش لي الزيات يديرهم. ما دام ابراهيم غويلي الرويدي الليلي مشى دار واحد اللقاء مع اذاعه الزمله، حيث كما كنعرفوا جميعا اللي فيه شي دوده راه كتخرج. فما دام هو رايك عاد التقى مع الصحفيين الزملاء ديالو من اذاعه الزمله، وهذا راديو تيفي الزمله، وتحيه ديديكاس لجميع الزملاء اللي خدامين في راديو تيفي الزمله، لانه مره كندخل انا كنتفرج في اذاعه الزمله كنشوف عدد كبير من الزملاء وهم ينقلون واقع المجتمع في الجمهوريه الصحراويه التندوفيه. ونتمنى لكم تدخلوا باش تشوفوا هاد الناس كيفاش عايشين. الناس مساكن متمون كاين مع راسهم كاع ما مسوقين لكم يا المغاربه. الناس تما كتلعب كره الطائره، الناس تما كتجارى في الخلا والقفار، الناس تما متمونكه مع راسها، الناس تما جالسه مع راسها مستمتعه وعايشين في جمهوريتهم. حنا كنقول لهم مبروك، والله لا مبروك عليهم. ايوا شوفوا معايا هاد الكماره قال لك هو ذهب الى مخيمات العزه والكرامه، دوز فما 10 ايام تكشر ولا كحل بديك الشمس، ديك الطنانه فما خارجه فما ديك الطنانه، تعرفوا داك الحمان القادي داك الحمان واش فهمتي؟ عاد عنده ديك الجبيه الشعر مسكين ما تبغي الطار، داك شويه اللي كان طار. كمال قال لك شنو ندير لقاء مع اذاعه الزمله، فما يزمر عليهم، فما الين قالوا له شكرا ووكلوه الزريق وكذا ودير جولات، وتكلم مع وحده قالت له يا ودي ما عندنا ما نديروا، لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت له لا مشينا شور الاراضي المحرره نجبروا فما المغاربه لا يطحنوا فينا. ايوا لا بقينا هون في المخيمات راه قالت لنا لا عطش، ولكن الرويدي الليلي. وهنا التحدي، احنا نبغوا الناس يتكلموا شوي، والله انا نبغوا الناس يتكلموا شوي. لماذا الرادي الليلي لم يرد على النانا لباط الرشيد واللي قالت لكم بصريح العباره؟ حان شوي باغي نوجهك ان شاء الله ولتقينا بالصدفه. ايوه باغي بعد نبلغ لك مرسول. ايوه والله بعد كاع وجهه نظري انا عندي الحكومه راهي عاجز. هذا صحراوي في اتصال هاتفي مع مستشارة ابراهيم غويلي مغتصب الصحراويات، قال لها انا راه عندي انتقاد للحكومه الصحراويه في تندوف. قال لها الحكومه هذه راهي عاجزه. شوف باش غتجاوبوا مستشارة الرئيس، واللي نتحدى هادو الهنتات والنصابه، هادو النعيجات الجبهه، ولا واحد فيهم تجرأ ينتقدها ويقول لها انت ضربتي في صميم القضيه، ضربتي في صميم قضيتنا الصحراويه، انت اللي عولنا عليك باش تعودي مستشاره الرئيس، عدتي انت تقولي لا يستقل باباها الكلب، لا يجيب دين امها شي استقلال، الصحراويين كلهم تلاهي بهمه. والله اللي صدقت في الكلام، انا بعد نحييها على صراحتها، لانه هذه الحقيقه. واللي يسعى الان هادو الهنتات النصابه اللي يبيعوا الوهم للمراهقين الصحراويين من ولاد الصحراء باش هما يتموا عايشين بدا الوهم، قالت لهم ليه لا يجيب استقلال لبوها. خلونا نسمعوا اش قالت. خاصة تقدم استقالتها. والله يعجز باباها. ايوه والله يعجز والديها. خيك والله لا يقيمها. الله لا يقيم باباها الكلب، الله لا يجيب لبوها استقلال، الله لا يخلي دار ابوهم، الله لا يقيم لوالديهم قيمه. والله لا صدقت، ماني انا اللي نقول يا خوتي، ما تقلقوا عليا دوك اللي يسمعوني، راني نعرفهم في اليوتيوب، راني نجبركم في اليوتيوب تسموا عليا يا المستوطن يا الراعي المغربي، يا الحمال يا الراعي المغربي، يا اللي مانك صحراوي يا الرأي المغربي، يا اللي تسترزق وتبيع الوطنية يا الرأي المغربي، يا اللي شريك المخزن يا الرأي المغربي، يا اللي بايع راسك يا الرأي المغربي، والله الا بحالكم بحال واحد النعيجات ما عندي انا هون، بحالكم بحال واحد الربيعة عنده هادو مغاربة. انا غابر على التيك توك ونجبرهم فاتحين واحد اللايف